ساجرادا فاز 2-0 على سوار أكاديمي في لواندا في ملعب 11 نوفمبر، وخسر 1-0 أمام أبو سليم على ملعب عنابة في الجزائر. 6 نقاط الزمالك، 3 نقاط فريق ساجرادا إسبرانزا. وثواني قليلة ونبدأ سويا أحداث هذا اللقاء. طاقم تحكيم من الصومال بقيادة حكم الملعب عمر عبد القادر أرتان، مساعد أول سليمان بشير، مساعد ثاني علي محمد مهاد، الحكم الرابع أحمد حسن حسين. يراقب اللقاء على يسار الشاشة. يلعب رامي التماس، لمسة من نضاي. دول التغييرين في تشكيلة الزمالك عن اللقاء الماضي. دول 18 الجزيري يوقف يا ولد العيب، خلصها الجزيري، والتسديدة تصطدم بالدفاع وتتحول إلى خارج الملعب. ضربة ركنية للزمالك. بدأت خد كبالة يلعب بينية حلوة جوه 18 الجزيري حلوة العرضية على الأمل بعيد، ودي دونجا وتسديدة عبد الغني محمد عبد الغني، وأول فرصة حقيقية من قبل نادي الزمالك في هذا اللقاء. اتعملت حلوة قوي يا سلام، والأمامية في اتجاه زيزو، حط جسمه زيزو، ولكن حكم اللقاء يجي عبد الشافي. لو استلم عبد الشافي حط جسمه عبد الجزيري، لو عدى لو فات يتقدم بالكعب لزيزو. ما زالت الكرة في الملعب، يقطع عبد الغني، يلعب العرضية زيزو، يشتت زيزو، يتقدم الجزيري ويلعب العرضية، ودي فاول واضح، ادي فاول واضح. وهل هيبقى فيها كارت اصفر؟ فاول من مكان مميز خارج منطقة الجزاء، إعاقة واضحة لزيزو نجم الشباك. خد وقته فريق الزمالك، ودي زيزو وتسديدة بعيدة تماما، لا هي تسديدة ولا عرضية، ولكن طولت الكرة اللي فاتت. شيكا يعدي، شيكا ادي المهارة، ودي واحدة والثانية منطقة الجزاء. عبد الغني يحط جسمه ويشتت. كرة أمامية، عمر جابر بضربة رأس. المعنويات شيكابالا، عرضية حلوة من شيكا، استلم نضاي جوه 18، عايز يعدي، واحدة بالكعب، وادي الكرة في أقصى اليسار. نضاي كان جيد على حدود منطقة الجزاء، والتمريرة يقطع نضاي، بتفوتها لمين؟ يلعب كرة على الأرض حلوة، شيكا يا ولد غمزها للجزيري. التماس يلعبها في اتجاه سيف الجزيري، وتتهيأ لشيكابالا، شيكابالا يسدد، حلوة التسديدة من شيكا، ولكن حارس المرمى على مرتين ناثام مبروكي. ادي العرضية، عرضية على الامل بعيد، ودي ضربة رأس خطيرة خلفية مزدوجة، ولكن الى خارج الملعب. اول خطورة للفريق الانجولي، خلفية مزدوجة رائعة من قبل اللاعب عبد الشافي. عرضية من عبد الشافي، أين أنت أجزاء؟ أقصى اليمين لزيزو، ما يلحقش زيزو، عدى بالفعل، يلعب العرضية على الآمل بعيد، يطلع الحارس. زيزو عايز يفوت، تتخطف، ودي فاول واضح لعمر جابر. ضربة حرة مباشرة في مكان جيد. تدخل زيزو على حدود 18، روح يسدد، تصطدم بالدفاع، ومطالبة بضربة جزاء، ولكن حكم اللقاء يشير باستمرار اللاعب. هنشوفها أكيد في الإعادة. رافعين، تذهب إلى زيزو، يوقف زيزو، ينشن زيزو، وفي الجنة يا شهيد، وادي سقوط جوه 18، ولكن حكم اللقاء يشير باستمرار إلى عمر جابر. شوفوا التدخل القوي والعنيف، لازم حكم اللقاء يوفر الحماية للاعبي نادي الزمالك. تدخلات قوية عنيفة جدا جدا جدا. دونجا على الأرض مقطوعة، فرصة الجزيري، فرصة بن شرقي، فرصة عمر السعيد في القائم، يخلصها حلو لشيكابالا في مساحة، ولكن هناك تسلل. هكذا يشير مساعد الحكم. الجزيري لو استلم تطول كرة أمامية، سيف الجزيري على الأرض حلوة، ولكن نضاي مش ممكن، يا نضاي مش ممكن، نضاي كرة غريبة جدا بتمر من تحت قدم نضاي. بيشجعه معتمد جمال، بيقول له العب، مفيش مشكلة. حدود 18، ادي 1 2، زيزو ممكن يسدد، زيزو، والتسديدة تعلو العارضة، تسديدة بالمطلوب، الضغط العكسي مهم جدا. ادي زيزو
وتروح مرة تانية الفريق سجرادة، عايز يسدد جابر يدي عمر بالفعل، عمر لشيكا، شيكا لزيزو، زيزو يتقدم، هجمة منظمة، تسديدة حلوة. الله يا زيزو الله، هدف أول للزمالك، نجم الشباك احمد مصطفى زيزو يسجل اول اهداف الفارس الابيض. لسه في حلاوه كده، لسه في جمال كده، هدف اول للزمالك يسجله زيزو من تسديده ارضيه زاحفه تاخذ طريقها الى داخل المرمى لتنطلق الفرحه في باذن الله في دفاعاته. عرضيه شيكا يا ولد، ما زالت الكره في الملعب، مالك احمد زيزو من جديد، بينيه في اتجاه نداي، لكن انطلاقه في الجانب الايمن لفريق سجراده وحذاري لدفاعات الزمالك. وفي هذه الاثناء الحكم الصومالي عمر عبد القادر ارتان يطلق صافره ختام الشوط الاول. تبديل اول للزمالك باشتراك يوسف اوباما بدلا من نداي، يلعب اوباما بقى تحت راس الحربه في مكانه الطبيعي. شيكابالا يمين، زيزو شمال، هنا ادي عرضيه على القام البعيد، ادي تسديده اي حاجه تمري، بيتحرك له عمر جابر، يدي عمر جابر بالفعل، يتقدم عمر، والزمالك كان البطل في 2019 ولكن يتواجد دفاع الزمالك، يقطع اماميه، لا يوجد تسلل، انطلاقه الان، يطلع حارس المرمى من شيكا جوه 18 عايز يوقف اوباما لزيزو، يا راجل مش ممكن يا زيزو، مش ممكن يا زيزو، حلوه اللمسه من شيكا لاوباما لزيزو جوه 18 ولكن الفرصه تضيع من الزمالك. تسديده ينقذ التي توج بها الفارس الابيض في النهايه. زيزو والضربه الركنيه على القام البعيد 18 وادي زيزو يعود للخلف بثقه كبيره، يلحق قبل خط المرمى عمر، وادي العرضيه على القام القريب، لمسه من عبد الغني اماميه خطيره، لكن برافو عمر، ضمم للداخل عمر جابر، لاعبي سجرادا فابريسيو مافوتا يقطع خطيره جدا جوه 18 عمر جابر معاه لو كينج بالتوقع الرائع، يقطع عبد الشافي يدي لزيزو، فاول ولا مش فاول؟ ولو فاول في كارت ولا مفيش؟ محاولة لعبد الشافي لا تكتمل، عمر جابر تمريرة خاطئة من عمر تتقطع، يدرع تشكل خطورة، زيزو يتقدم، زيزو يعدي، حلوة اللمسة، 1-2 الجزيري، بينية حلوة جوه 18 ادي العرضية برافو على ارض الملعب، ما زالت الفرصة قائمة لسجرادا، تسديدة لعمر جابر، يتقدم عمر، تمريرة على الارض من عمر، بيأمن الزمالك اكتر في وسط الملعب، تتلعب الكرة العرضية داخل منطقة الجزاء، يشتت عبد الشافي، الكرة في الجانب الايمن، وادي العرضية الجديدة ويتدخل عمر جابر، وادي دينجرس بلاي، سلامات لعمر، القدم مرتفعة لمهاجم سجرادا، بإذن الله تكون بسيطة، ادي شيفو، كرة القدم عقل يا ابني، عبد الغني المسلوسي، عبد الغني والتر مونتيرو رقم 35 يشارك الآن بدلا من اللاعب فيكتوريانو. ادي اعاده لاجمل لقطات المباراه، اللقطه التي صنعت الحدث، الهدف الذي تتخطف لكن يجيبها دونجا، برافو دونجا، لديه انذار، ادي عرضيه من زيزو، خطا دفاع، المسلوسي يلجا للكره الاماميه، سهله لدفاعات سجود 18 زيزو ما حدش يغير اللعبه، حلوه لاوباما، اوباما يا راجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم النهاردة معانا إن شاء الله وصفة رائعة للشعر، إن شاء الله يا رب كلكم تجربوها لأنها فعلا هتفرق جدا في الفترة دي الخريف وتغيير الجو، بيحصل إن الشعر بيبدأ يقع يجف شوية، قشرة عشان المية دافية والجو متغير وكده، تمام. فالنهاردة هنعمل وصفة إن شاء الله هتفيدني جدا في التساقط وهتفيدني جدا في القشرة، هتنضف أرضية الراس تماما بإذن الله، وهتحسي
من اول استخدام باذن الله. ان شاء الله الوصفه دي فعلا اضمن لك انها من اول استخدام هتحس بالفرق. هندخل في الوصفه على طول. تمام. احنا معانا هيبقى مقدارك الفنجان ده، فنجان قهوه، فنجان من بتوع القهوه. هيبقى مقدارك مقدار فنجان حنه من عند العطار، حنه بلدي عاديه. مقدار فنجان نعناع ناشف. مقدار فنجان ورق سدر. تمام. يبقى المقادير عندك كلها ايه بالفنجان. وطبعا هنحتاج زيت زيتون. ومدام حنه طبعا هتتعجن بميه دافيه، وانا هنا ايه هقول لك ايه اللي في الميه الدافيه دي خطوه بخطوه. تمام. اول حاجه هنعملها في المطحنه بتاعتك، هتاخدي النعناع ورق السدر. النعناع ورق السدر، طبعا ورق السدر خطير للتساقط.